كابتن اكرم مجدي، فنان اكرم مجدي، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. النهارده فاجئتني بالفقره الجديده بتاعتك، بس انت بتقول ان انا قدمتها في العيد، بس انا كان عندي ظروف ما نزلتش في العيد يعني. لا والله الحمد لله طبعا. بس جميله بجد، بحييك ربنا يعني، يخليك. بحييك، واخده تسقيف جامد من الجمهور جوه يعني. ربنا يخليك. هو الفضل في الاول وفي الاخر طبعا لامير اخويا. بفضل الله اولا. ما انا قلت الفضل لله في الاول، وبعد كده امير اخويا طبعا. هو اللي علمني الفقره ديت. هو امير كان بيعملها بس ما كانش بيقعد بيها في السيرك. فلما جه مستر بان هنا عرضناها قدامه، وبعدين انا ما كنتش لسه دخلت السيرك، فدخلت في فقره التشكيلات وفقره الحبل مع كابتن سياد سليمان. وبعدين جينا في العيد الصغير، في العيد الكبير اول يوم طلبوا مني ان انا اشتغل الفقره، فقدمتها اول يوم لوحدي، وثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم قدمتها انا وامير اخويا. والحمد لله حازت على اعجاب كتير جدا من الجمهور ومن الزملاء هنا ومن الفنانين. ومش عايز انسى طبعا فضل كابتن حسين ابو الليل وكابتن هو اللي دربك على الفقره دي مع امير اخويا. كابتن مجدي صالح الشهير بفقره الدوده الشهيه، واخد شهره جامده. مجدي صالح كان واقف معانا انا وامير فتره، وبعد كده كابتن حسين ابو الليل بذل مجهود معايا كتير جدا، بالاضافه الى امير اخويا برضه طلع عينه بمعنى امير اخوك في الصداقه يعني، ولا اخوك شقيقك يعني؟ لا امير اخويا امير مجدي اللي بيعمل فقره. والله اخوات شقق يعني. ده دي معلومه بالنسبه لي جديده. لا امير اخويا. امير صاحب الفكره ولا مين ولا انت ولا مين؟ لا امير صاحب الفكره. امير هو كان صاحب الفكره اللي بيعمل الفقره ديت. انا في الاول كنت بعمل خارج السيرك فقره المطبخ وبعمل فقره الكلاون. بعد كده امير حب ان هو يشاركني معاه، فابتديت ان انا اعمل معاه بروفات الكوره، والحمد لله اتعملت. لا بس بحييك بجد، وهي دي الميزه بقى، ان احنا دايما ندور على الجديد، الحمد لله. ما يبقاش هو الريتم واحد والجمهور يخش في نفس الفقرات. فانت كده انت فاجئت النهارده الجمهور بفقره جديده، وانا بحييك. ربنا يخليك. بعين المشاهد. ربنا يخليك. يعني انا طبعا لسه مش دارسه فن السيرك، بس بستمتع وبتذوق فن السيرك. لا ربنا يخليك، كفايه والله. يعني حضرتك بتتعامل معانا كتير جدا في ان انت توصلي للناس الحاجات اللي والله انتوا تستحقوا اكتر من كده. يعني انا بعمل حاجه نقطه في بحر يعني. ربنا يخليك. فانتوا فنانين السيرك يستحقوا كتير 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 من المجهود، اعلاميا وماديا ومعنويا وكل حاجه. يا رب ده يحصل ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله. بتمنى لك كل توفيق. ربنا يخليك. شكرا، مع الف سلامه.